هروح معاك لموضوع تاني عبد الستار، وهو خاص ب شهدت العاصمة اليونانية احتفالا مصريا بذكرى انتصارات أكتوبر. يعني ده كان وسط حضور رسمي وأيضا إشادة بالتطورات اللي بتشهدها مصر مؤخرا. عايزين نعرف منك تفاصيل هذا الحدث، أبرز ما جاء في كلمات الحضور، وأيضا يعني كيف كان التفاعل أو ردود الفعل من الجانب اليوناني. حقيقة منى، هو احتفال مصري مهيب في العاصمة اليونانية، جسد روح النصر وأكد عمق العلاقات بين البلدين اليونان ومصر، حيث يعني العاصمة أثينا شهدت احتفال رسمي مصري بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد. نظموا طبعا مكتب الدفاع التابع للسفارة المصرية بحضور السفير عمر عامر والملحق العسكري ومساعده وعدد كبير من قيادات وزارتي الدفاع والخارجية اليونانيتين، أيضا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وملحق الدفاع، يعني الأجانب وأبناء الجالية المصرية. أقيمت الفعالية في أحد أكبر فنادق العاصمة أثينا في أجواء مفعمة بالوطنية والفخر، جسدت روح أكتوبر ومعاني التضحية والانتماء. في كلمات الحضور يعني عبر السفير المصري عمر عامر عن اعتزازه بهذا اليوم الذي أعاد لمصر عزتها وللشعب كرامته، وأكد أن نصر أكتوبر سيظل شاهدا على شموخ العسكرية المصرية وقدرتها على قهر المستحيل، وتقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة اللي أعادوا للوطن أرضه وكرامته. وأشاد بما تشهده مصر حاليا من إنجازات تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر تواصل بناء نهضتها الحديثة وتستعيد مكانتها الإقليمية والدولية بثبات واقتدار. أما الملحق العسكري المصري فقد أكد في كلمته أيضا أن انتصار أكتوبر لم يكن فقط معركة لاستعادة الأرض، بل كان رسالة من أجل تحقيق السلام العادل، وشدد على أن مصر كانت ولا تزال قوة من أجل الاستقرار، تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتتمسك في الوقت نفسه بالقيم الإنسانية واحترام حقوق المدنيين. وأضاف أيضا أن الجيش المصري يواصل أداء رسالته الوطنية في الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده ومقدراته، مؤكدا أن مصر التي حاربت من أجل التحرير هي ذاتها التي تسعى اليوم لتحقيق التنمية والسلام. من الجانب اليوناني منى، شهد الاحتفال تفاعل واسع وإشادة كبيرة يعني بما تحقق من تقدم في مصر على المستويين العسكري والتنموي، وأكد ممثلو وزارتي الدفاع والخارجية اليونانيتين في أحاديثهم الجانبية وأيضا من خلال لقاءات للقاهرة الإخبارية خلال الاحتفال أن مصر شريك استراتيجي محوري لليونان في تعزيز الأمن والاستقرار بشرق المتوسط، وأن ما يربط البلدين من تعاون دفاعي وتنسيق سياسي يشكل نموذجا للشراكة المتوازنة بين أنا الشعوب. بشكرك يعني عبد الستار على هذه الأخبار وأبرز التفاصيل والفعاليات التي تدار في اليونان. زميلنا عبد الستار بركات من أثينا، شكرا جزيلا لك.